هذا الفيديو خاص بصحاب جائحة الفيضانات، ولله الحمد. الناس اللي تضروا من الفيضانات الدولة دايرة ليهم واحد الدعم، القيمة ديالو 6000 درهم كما كيقولوا. في هذا الفيديو كيفاش انك تصيفط الرسالة باش تسجل، وشنو هما الأخطاء اللي كيديروا بعض الناس، وشكون الناس اللي مستهدفة أو لا الناس اللي غتستافد من هاد الدعم. أول حاجة كيفاش أنك تصيفط، كتمشي الرسائل وكدير 12 12، يعني الجهة اللي غتصيفط ليها، ومن بعد كتكتب الميساج ديالك. كدير فيه رقم البطاقة الوطنية مثلا غير في المثال، وكدير سنة الزياد، يعني السنة اللي تزاديتي فيها غير في المثال، وصافي كتصيفط لها. راه الميساج راه كيمشي فابور. اما خصوص شكون اللي مستهدف، كما كتشوفوا المستهدفين هما راه بالاسره، يعني الناس اللي مزوجين هما اللي يقدروا يستافدوا من هذا الدعم. اما بالنسبه للناس اللي ما مزوجينش، راه بطبيعه الحال راه ما غيستافدوش، واخا يصيفطوا الميساج راه غتجيهم ميساج غلط. بالنسبه للناس اللي متضرره في اقليم سيدي قاسم، سيدي سليمان، قنيطره والعرائش، يعني اللي كاينين في هذا الاقليم هما اللي غيستافدوا. وبطبيعه الحال راه لاكارت راه كتبين كلشي. من بعد ما كتصيفط الميساج كيجيك هاد الميساج: لقد تم تسجيل طلبكم بنجاح. يعني الطلب ديالك غتسجل، كتبقى غير المراجعه ديالهم. ملي كيديروا المراجعه ان شاء الله غيصيفطوا لك داك الدعم. اما بالنسبه اللي كيجيهم هاد الميساج: طلب غير مقبول لكون المصرح ليس هو رب الاسره. كما قلت لكم، الناس اللي غيستافدوا هما اللي عندهم عائله، هما اللي عندهم اسره، سواء صغيره سواء كبيره. اما بالنسبه للناس اللي ما مزوجينش راه ما غيستافدوش. هادشي اللي كاين. نتمنى ان الفكره وصلات، نتمنى ان المعلومه تكون وصلات، وهادشي اللي بغينا، والحمد لله على كل حال. وهادشي اللي كاين. تهلاو في راسكم، نتلاقاو في فيديو اخر.